انا بكيت على الزهر ديالي. انا ملي شفتو شوفوا اللي زعما اللي بغى يفهمك راه غيفهمك، واللي ما بغاش يفهمك راه ما غيفهمكش، فهمتي؟ انا قلت لكم مثلا شكرا لواحد الانسان وبقيت كنبكي. علاش؟ لانني طيحت راسي في واحد المواقف بايخه، واختاريت واحد الاختيار اللي خطا ما كنتش عارفه بزاف الحاجات. هادشي علاش بكيت، واصلا ديجا كنت مهمومه وكنت غادي كان خصني علاش نبكي، فهمتوا؟ ديجا كنت اصلا مهمومه وكان خصني علاش نبكي، يعني ديجا بحال هكا صافي. فاش جبت داك الموضوع جاتني البكيه نورمال. هذا ما كان، يعني ما كنبكيش انا على راجل اخر ولا نهائيا. ما كاين حتى شي حاجه بحال هكا كتقولوا الخيانه الزوجيه ولا هذه. الا كانت خيانه زوجيه سيروا دعيوني نشوفوا واش تلحقوني ولا لا. انا دابا تهضر معايا هضره جوج سير دعيني صافي. يعني اي حاجه تهضر معايا هضره جوج نقول لك سير دعيني من الاحسن بلا ما تصفر عليا مخي صافي. الا كانت خيانه شتي انه في داك البكا ديالي خيانه سير دعيني. واخا كيف ما انت كتشكر قنوات اللي ساندوك وشجعوك وما عرفت شنو، انا واحد القناه عجبتني شكرتها، فهمتي؟ كان ذكر ولا انثى راجل ولا مراه غادي نشكرها، بغيت نشكرها. ماشي شغلك، ماشي سوقك نهائيا، فهمتي؟ اللي كيقول هي مازال على الذمه ديالي، انت اصلا طلقتيني. راه اون فوا الراجل كيقول للمراه انت مطلقه راه طلقك دينيا، ولا بغى يرجعك راه خصو يجيب عاوتاني الذهب ويجيب لك ويدير لك حفله باش تقدري تولي تحلالي ليه، فهمتي؟ ملي كيقول لك انت طالق راه دينيا طلقتي، بقى غير الوراق تسنيو فيهم وصافي قانونيا، فهمتي؟ ما عرفت شنو.